شيخ عجينه سمعت بيك تريد تصير محافظ بغداد. هلا مني. يا بعوف الامنيات، تعال يا اخي اونسك اليوم. شيخنا استريح هنا انا وهسه انا اجهز لك الطاوله. وهسه راح نسوي بيتزا الفصول الشيخ عجينه. اغلب المطاعم اللي عندها بيتزا الفصول تعتبر مطاعم متميزه، وخاصه اللي يستخدمون الشاورما السوريه. وبعد شنو راح تسوي لنا؟ ثاني شيء راح نسوي لك التويستر. والشيء الثاني اللي يميز المطاعم اللي هي الصوصات، ومطعم هايلاند تقريبا كان عنده 12 صوص، والمطعم كان مستخدم أجود أنواع المواد، منها الخضروات والصوصات الأجبان والدجاج. وأني جهزت عدة أطباق على مود أجرب أنا وشيخ عجينة ونعطيكم رأينا بالطعم. ومطعم هايلاند وحدة من أفضل المطاعم اللي موجودة بمدينة الصدر، والمطعم كان المطبخ مالته كلش نظيف والكادر كان كلش مرتب. اكيد الشاورما اللي تاكلوها ايام مطعم هايلاند مميزه وكلش طيبه. وهسه نزلنا كل هاي الطلبات وراح نجرب أنا وشيخ عجينة ونعطيكم رأينا بالطعم. يلا. ها شيخ شنو تحمست؟ اي. شيخ اريدك هاي تجرب اول شيء من ايدي. والصراحة اغلب الاصناف كانت طيبة، واكيد من تجربون راح تعرفون انه كل شيء يمه طيب. وهذا هو دكتور برجر، يحتوي على البرجر والشاورما. شنو رايك بالاكل؟ اكل طيب. وهذا هو منيو المطعم واسعاره كلش مناسبة. اليوم انا كنت بشارع الداخل بقطعة 19 مطعم هايلاند.